السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو اليوم هو هاد الشباكيه، واخا جات معطله ولكن كيف كنقولوا وقت ما جا الخير غادي ينفع. المكونات اللي عندي ديال كيلو ديال الدقيق، ناجحه جدا للمبتدئين وغير المبتدئين، مع جميع الاسرار باش تنجح معكم، وحتى طريقه التشباك اللي ما غاديش تحل لكم ان شاء الله في المقله. بقاو معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الشباكيه في هذا الفيديو. بالنسبه للمكونات ديال الشباكيه اللي غنحضر معكم اليوم، غادي نحتاجو كيلو ديال الدقيق من نوعيه جيده يكون منخول مزيان، وغادي ناخذوا الزبده نذوبوها مزيان تتحيد منها الماء والحليب، ونعبر منها كاس مع عمرش ديال العنبه، كاس ونصف ماء الزهر تقريبا قرعه صغيره، كاس لوز بدون تحميص مطحون بالقشر ديالو على هذا الشكل، وعندنا كاس زنجلان محمر غير شويه ومطحون، قبصه الملح، معلقه كبيره غير مملوءه بالقرفه، ومعلقه كبيره مملوءه بالشمر او النافع مسخن ومطحون، ربع كاس ديال الخل، وعندنا راس معلقه ديال البيكنج باودر او خميره الحلويات اصفر بيضه، وعندنا راس معلقه ديال الخميره الفوريه، وعندنا كاس معامرش ديال الزيت، وعندنا هنايا زعفران والملون الغذائي. فواحد القصريه غادي نحطو فيها الدقيق، ثم غادي نضيفو عليها زنجلان، ونضيفو اللوز والقرفه، الملحه والشمر او النافع، وغادي نخلطوا هاد المكونات بيدينا على هاد الشكل. من بعد ما خلطنا هاد المكونات شويه، غادي نضيفوا عليهم الخميره الفوريه، ونضيفوا عليهم خميره الحلويات او البيكنج باودر، غادي نخلطوهم واحد شويه، ثم نضيفوا عليهم الزبده اللي ذوبنا على هاد الشكل، وغادي نضيفوا الزيت. من بعد ما ضفنا الزيت والزبده والخميره، غادي نجمعوا هاد العجين مزيان باليد ونرملوه. من بعد ما حصلنا على هذا الشكل ديال العجين مرمل على هذا الشكل، من بعد ما دلكناه وخلينا المكونات ديالو كلهم تجانسوا، غادي نضيفوا اصفر البيضاء اللي باقي عندنا، وغادي حتى هو نخلطوه مع الخليط مزيان. وهنا غادي نجيبوا واحد كاسرونه، غادي نديروا فيها الماء الزهر كاس ونص اللي عندنا، وغادي نضيفوا عليه ربع كاس ديال الخل. وهنا بالنسبه للزعفران والملون الغذائي، انا كندير شويه من زعفران وشويه من ملون غذائي. بالنسبه اللي غيقولوا لي ملون غذائي ماشي صحي، لانه هو اللي كيعطيك اللون اللي كيجي زوين في الشباكيه. بغيتي ديري غير زعفران شعره وتجيك شويه باهته الشباكيه، بغيتي تزيدي عليها شويه الملون الغذائي كيبقى لك اختيار، تقدري تستغني عليه وديري غير زعفران شعره بوحدو. انا كنديرهم بجوج الصراحه، كندير شويه ديال الملون الغذائي والزعفران على هذا الشكل، وغادي نرفعهم على النار يغلاو لينا تقريبا غير واحد جوج دقائق بما تلقوا لينا الزعفران والملون اللون في المزهر والخل، ونطفيو عليهم. وهنا صافي غنبداو نجمعوا الخليط ديالنا بالماء ديال المزهر والخل على هذا الشكل، نضيفوه بشويه بشويه ونجمعوا الخليط ديالنا. وحتى لما قديتكش الكميه ديال المزهر والخل اللي وجدنا، تقدري تزيدي المزهر، لانه نوعيه الدقيق كتختلف من بلاصه لبلاصه، وتقدر يكون الدقيق ديالك كيشرب اكثر، ماشي مشكل، غتزيدي فيه شويه ديال مزهر. وغادي ندلكوا العجين ديالنا على هذا الشكل مزيان مزيان، ونبقاو نضيفوا بشويه بشويه في الخليط حتى تجمع لينا العجينه، وما نخليوهاش ما نديروهاش خفيفه من الاول، لان خصنا ندلكوها تقريبا واحد 3 دقائق. من بعد ما جمعت العجين ديالي على هذا الشكل، ما صلحليش انني ندلكو وسط القصريه، غادي نقسمو على جوج ونزلته فوق سطح العمل، وغادي ندلكو مزيان ماشي بزاف، تقريبا جوج حتى 3 ديال الدقائق غندلكو على هذا الشكل. من بعد ما دلكت العجين ديالي تقريبا 3 ديال الدقائق، غادي ناخذ كل نصف غادي نقسمو على 3 باش يعطوني 6 الكرات على هذا الشكل، وغادي نجيب واحد البلاستيك وغادي ندخلهم فيه باش ما ينشفوش ليا.
على هذا الشكل. ومباشرة من بعد ما صوبنا الكرات غادي ناخدو اول كرة صوبنا وغادي نسرحوها فوق سطح العمل بالمدلك على هذا الشكل، وغادي نطويوها على 3 كيف ما كنطويو المسمن كيف ما كتشوفوا في فيديو موضح اكثر. وغادي نطويوها على 2 ونديروها في بلاستيك غذائي حتى نكملوا الكرات ديالنا كاملين ونخليهم يرتاحوا 10 دقائق. وهادو هما مربعات العجين اللي صوبت معكم وخليتهم ارتاحوا 10 ديال الدقائق. دائما نبداو بالمربع الاول لانه غادي يكون ارتاح اكثر. غادي نطلقوه على هذا الشكل فوق سطح العمل. بالنسبه للناس اللي عندهم الماكينه يستعملوا الماكينه، انا كنستعمل غير المدلك كيخلي لي العجينه زوينه. وبالنسبه للرق ديال العجين او السمك ديال العجين خاصو يجي رقيق بزاف باش تجينا الشباكيه زوينه وما تجيناش غليظه بزاف. وهنا من بعد ما سرحت العجين ديالي على هذا الشكل غادي ناخذ الجراره وغادي نقاد الجوانب ديالو على هذا الشكل باش يجينا الشكل ديالو زوين. وغادي نبداو نقطعوا دائما 4 الخطوط والخامسه نقطع فيها العجينه ديال الشباكيه كي كتشوفوا موضح في الفيديو على هذا الشكل 4 الخطوط ونقطع. بالنسبه للتشباك انا عندي طريقه واحده في التشباك هي اللي كتجيني زوينه وغادي نوريها لكم مفصله في هذا الفيديو. كي كتشوفوا غادي ناخذوا الشباكيه غادي نخليو 2 ونتنيو عليهم الجوج الاخرين وغادي نجيبوا الشريط وغادي نلصقوا الجوانب ديالو على هذا الشكل ونحاولوا نلصقوه مزيان باش ما تحلش لينا في المقله. وغادي نخشي الصبع ديالي في هذاك الدائره اللي خليت وغادي ندور العجين ديالي ونحلو على هذا الشكل ونسد الجوانب ديالو مزيان باحكام باش ما تحلش لينا في المقله ديال الزيت. وغادي نخليكم مع الفيديو كيشرح لكم احسن. وهذه هي كميه الشباكيه اللي خرج ليا كيلو ديال الدقيق. خليتها واحد الساعتين حتى تشمعات ليا مزيان. وهنا دزت غادي نسخن الزيت ديالي على هذا الشكل وسخنت العسل ضفت عليه واحد شويه ديال المزهر وسخنته وسخنت الزيت وغادي نبدا نقلي الشباكيه ديالي. غادي نحطها في الزيت يكون سخون مزيان غير نحطها وننقص عليها. وغادي نبقاو مقابلين الشباكيه ديالنا في الزيت ما نغفلوش عليها ونخليوها تحرق منا وتخطف علينا العافيه. نبقاو مقابلينها مره نقلبوها حتى نحصلوا على هذا اللون الذهبي زوين فيها. ومباشره نحيدوها من المقله ونديروها في العسل. كي قلت لكم العسل انا سخنته زدت عليه شويه ديال المزهر. المزهر كيبقى اختياري تقدروا ما تزيدوش تخليو غير العسل بوحدو ونخليها في العسل حتى تشرب ليا العسل مزيان. وهنا كيف كتشوفوا الشباكيه ديالنا تبارك الله جات فيها واحد اللون زوين ما شاء الله. غادي نهزها من العسل وغادي نديرها في واحد الكسكاس على هذا الشكل وغنجيب السمسم اللي حمرته من قبل وغادي نزين به الوجه ديالها قبل ما ينشف لينا العسل على هذا الشكل. وبنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه ديال الشباكيه ديالنا كامله في القلي وفي التعسال. وهذه الشباكيه ديالنا اللي حضرت معكم البنات اليوم كتجي على هذا الشكل منظرها زوين واللون ديالها رائع. كتجي هشيشه وخفيفه تذوب في الفم. المكونات اللي حضرنا بها كيلو ديال الدقيق اللي بغات كميه اكبر خاصها تذوب المقادير. نتمنى تعجبكم الشباكيه على طريقه مطبخ يسرى. وهكذا يكون الفيديو ديالنا ديال اليوم كمل. ما تنسونيش من اللايك والتعليق والاشتراك اللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي مرحبا به يدير اشتراك. وهكذا نكونوا سالينا والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد من قناتكم مطبخ يسرى.